السلام عليكم طلابي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في الفيديو دوت هنشرح ان شاء الله الدرس السابع. الدرس دوت هيوريك ايه اهميات الدروس اللي فاتت، او اهمية ان انت تكون متابع معانا بالظبط وماشي معانا بالظبط في كل الدروس وسامع كل الدروس اللي فاتت ومذاكرها كويس جدا، عشان هنستخدم حاجات من الدروس اللي فاتت في الدرس ده. وان شاء الله بعد ما نخلص الدرس دوت هنشرحه بس على جزئين، ده الجزء الاول. الجزء التاني ان شاء الله هينزل على طول، يعني مش هيتأخر. وبعدها هنعمل مراجعة جميلة ان شاء الله على الوحدة الاولى. هتبقى مراجعة عبارة عن حل وحل افكار بتيجي في الامتحانات على كل الدروس ان شاء الله بتاعت الوحدة الاولى. طيب بسم الله نبدأ كده في الدرس. بيقول لي العمليات على الاعداد النسبية. ايه هو اصلا العدد النسبي ده؟ ده اي عدد انا ممكن اكتبه في صورة بسط ومقام. يعني ايه اي عدد ممكن اكتبه في صورة بسط ومقام؟ يعني اي عدد ممكن اكتبه في صورة A على B. جميل. واحد على الاتنين، اتنين على التلاتة، خمسة على الاتنين كده يعني. بس ضروري تكون فاهم التعريف ده، عشان لو حد مثلا سألك فيه او لو جالك في الامتحان. ماشي. وبنرمز لها ايه؟ بنرمز لها بالرمز Q اهو. طيب بشرط ايه؟ بشرط ان المقام ايه؟ ما يكونش بيساوي الصفر. يعني ما ينفعش طبعا، ان انت عارف ان اي حاجه على صفر بكميه غير معرفه او كميه غير معينه. ماشي. عندنا ايه؟ عندنا سؤال هنشرح عليه الجمع. احنا عندنا ايه ايه هي العمليات على الاعداد النسبيه؟ عندنا 4 عمليات: جمع، طرح، ضرب، قسمه. ان شاء الله هناخد في الجزء الاول الجمع والطرح، والجزء الثاني هناخد الضرب والقسمه. طيب ليه مش هناخدهم كلهم مع بعض؟ عشان هو اصلا يعني انا لو اديتهم لك كلهم على بعض الفيديو هيطول. يا اما اشيل افكار من يعني اشيل افكار من كل مثلا عمليه عشان الفيديو ما يطولش مني، فانا قلت اعمله لك احسن على فيديوهين. وكده كده يعني السنة اللي فاتت كان الدرس دوت كان عبارة عن درسين، والسنة اللي قبلها والسنين اللي فاتت كان الجمع والطرح في درس لوحده والضرب والقسمة في درس لوحده. بس السنة دي خلوهم الأربعة في درس واحد. طيب خلينا في الجزء الأولاني اللي هو بتاعنا الجمع والطرح. هناخد الجمع. الجمع هشرحه لك بثلاث طرق، وهقول لك في الآخر احنا هنستخدم أي طريقة، أو الطريقة اللي أنا بحبها اللي أنا شايفها يعني دي اللي ما تلخبطش الطالب، وفي نفس الوقت هو ديت اللي هتكمل معاه بعدين، دي اللي هتكمل معاك للجامعات، ودي اللي بنستخدمها ايه في الجامعه. طيب اول طريقه هنستخدم حاجه اسمها مضاعفات، او الثلاث حروف دول اختصار لايه؟ اختصار للمضاعف المشترك الاكبر. يعني ايه المضاعف المشترك الاكبر؟ يعني انا باجي ابص على المقامات هنا، باجي ابص على المقامات بلاقي ان انا عندي 3 على 8 زائد 1 على 4. طيب ايه المقام اللي فيهم اللي اقدر اخليه يعني التاني يبقى بيساويه؟ يعني انا عايز دلوقتي عندي مقامين، عايزهم يبقوا نفس الرقم عشان اقدر اجمعهم على بعض مثلا. فانا عندي 3 على 8 زائد 1 على 4. الواحد على 4 دي انا ممكن اعمل فيها ايه عشان تبقى تحت 8؟ يعني الاربعه دي انا ممكن اضربها في كام عشان يبقى تحت 8؟ ممكن اضرب تحت في 2 وفوق في 2. فهعمل ايه؟ هقول له 3 على 8 زائد 1 في 2 وأربعة في 2. طيب يبقى 3 على 8 زائد 8 وفوق ادي 2، يبقى بيساوي. بعد كده بقى عندي المقامات زي بعض، فهاخد منهم مقام واحد، و3 زائد 2 ب5. طيب 3 على 8 زائد 1 على 4. هنا ديت نفس الطريقة بالظبط، بنوصل يعني بنشوف ايه المقام اللي فيهم اللي اقدر اوصله للتاني. فهيبقى عندي 3 على 8. انت هتحسهم نفس الحاجه، يعني انت هتحسهم نفس الطريقه، بس هم مش نفس الطريقه. هنا انا ببص على المقام، هنا اسمها المضاعف المشترك الاكبر، دي ما بنستخدمهاش في الامتحان ودي ما بنستخدمهاش في الامتحان. وبنستخدم اصلا ايه؟ توحيد المقامات، عشان دي بتبقى اسهل طريقه بالنسبه لي. بس لو الارقام كبيره وانت شايف، يعني انت لو خدت بالك من الارقام اقدر اوصل حاجه منهم للتاني، بستخدم الطريقه دي. يبقى 3 على 8 زائد، هضرب الاربعه في 2 واضرب الواحد في 2، فهيبقى برضو 3 على 8 زائد، هنا هيبقى 1 في 2 ب2 و4 في 2 بكام؟ ب8. يبقى بيساوي بقى المقامات زي بعض، هاخد منهم مقام واحد، و3 زائد 2 ب5. طيب تيجي بقى عند توحيد المقامات. توحيد المقامات ديت او بنقول عليها طريقه اسم تاني بقى حرف لا. يعني ايه حرف لا؟ يعني اللي هو لا ده لام الف. بعمل كده وكده وكده. طيب ببدأ من مين؟ ببدأ من هنا.
يعني ده في ده، وبعد كده العلامة اللي في النص ده في ده، وبعد كده بحط تحت ده في ده. يعني ايه؟ يعني تعالى اهو شرطة كسر كبيرة تعمل كده 3 في 4. ايه الإشارة اللي في النص؟ زائد 8 في 1 تحت 8 في 4. حط الكلام ده يا باشا على الآلة، وانت كمان يلا حطي الكلام ده على الآلة معايا. يلا اكتب معايا على الآلة عشان تتعود على كتابة الآلة. ادي علامة الكسر، وادي 3 في 4 زائد 8 في 1 على 8 في 4 هيديك 5 على 8 اهو. تقوم كاتب بيساوي 5 على 8. انا شايف ان الطريقه ديت احلى طريقه فيهم، وديت اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله في الفيديو في باقي الفيديو يعني بتاعنا. طيب تعالى هنا نحل شويه مسائل برضو مهمه على الجمع. امسك يلا قلمك ورقه وقلم معايا، يلا ايه وجرب حل معايا يلا، وانت كمان يلا امسكي الورقه والقلم جربوا حلوا معايا. هحل انا ديت ونحل ديت مع بعض، ماشي؟ بقول لك ايه، بقول لك سالب 4 على 7 زائد 1 على 7. طيب يعني انت خليك يعني ايه، خليك نبيه كده، يعني خليك مركز. لو انت مركز المساله مش تاخد معاك وقت. انا تحت عندي 7 وتحت عندي 7، يعني المقامات زي بعض، فهم عامل كده هاخد منهم مقام واحد. سالب 4 زائد 1 اللي هو ايه، خسران 4 وكسبان 1، يبقى انا خسران كام؟ يبقى انا خسران 3. بس كده. طيب تعالى هنا بقول لك ايه، بقول لك 5 زائد 3 على 2. طيب هوريك طريقه يعني ايه، هتنجز لك الكلام ده بدل ما تكتبها على الآلة. يعني انت كده طبعا ممكن تكتبها على الآلة. 5 زائد 3 هضرب ده في ده، علامة ضرب، وبعد كده الناتج اللي طلع من هنا هجمعه فوق واخلي المقام زي ما هو. يعني ايه؟ يعني هضرب 5 في 2 زائد 5 في 2 زائد 3 زائد اللي فوق. 5 في 2 بكام؟ ب 10. 10 زائد 3 بكام؟ ب 13. يبقى كده بيساوي كام؟ بيساوي 13 على 2. فهمتوها دي؟ فهمتوها؟ ماشي. لو ما فهمتهاش ارجع الحته دي تاني ووقف الفيديو وجرب انت بعد ما تفهمها جرب تحلها لوحدك. طيب ايه 5 زائد عملنا ايه؟ ضربنا الخمسه في الاتنين، وبعد كده عملنا ايه؟ جمعناها فوق مع اللي فوق، يبقى 5 في 2 ب 10. 10 زائد 3 ب 13، يبقى 13 على المقام زي ما هو المقام 2. تعالى اديك ايه سؤال تاني. ممكن يقول لك ايه هنا؟ ممكن يقول لي 2 زائد 7 على 3. هنعمل ايه زي ما قلنا؟ هنضرب 2 في 3 بكام؟ 2 في 3 ب 6. 6 زائد 7 بكام؟ 6 زائد 7 قول معايا يلا اهو ب 13. جدع. وتحت كام؟ تحت 3 زي ما هي. طيب تعالى كده نجرب على الآلة، نحطها على الآلة. 5 زائد 3 على 2 تلاقي لي بكام؟ تلاقي لي ب 13 على 2 اللي هو اللي احنا طلعناه. طيب 2 زائد 7 على 3 هيطلع لي بكام؟ هيطلع لي ب 13 على 3 اللي هو ايه؟ اللي احنا طلعناه. طيب امتى استخدم الكلام ده؟ لما تكون المسألة محتاج مني ايه الخطوات. طيب تعالى هنا هو بقى ايه بيقول لك ايه، بيقول لك انا عندي الكلام ده. طب هتيجي تسألني على ايه الشرطة اللي فوق دي؟ هقول لك الشرطة اللي فوق دي حاجة جديدة علينا السنة دي، ودي اسمها ايه؟ دائري، بتتنطق دائري. يعني ايه بتتنطق دائري؟ يعني بتتنطق 0. قصدي بتتنطق 0 3 من 10. 3 من 10 دائري. 3 من 10 ايه؟ دائري. اهي 3 من 10 دائري. جميل جميل. يعني ايه بقى؟ ايه معناها؟ يعني ان هو عايز نكتب الرقم دوت في صورة كسر. طيب هعملها ازاي؟ تعال الاول نظبط المسألة بتاعتنا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هخليها زي ما هي ديت اهي، سيبها خالص دلوقتي. زائد وبعد كده ناقص 20 على 30 او سالب 20 على 30. طيب انا قلت لك ايه في قاعدة ضرب الاشارات؟ لما يكونوا مش شبه بعض بتبقى ايه؟ سالب. يبقى موجب في سالب بايه؟ بسالب 20 على 30. طيب ودوت احنا هنعمله ازاي؟ هنعمله من على الآلة. يلا افتح آلتك معايا عشان اوريك الطريقة. بص انا قلت لك بتتنطق ايه؟ 3 من 10 دائري، فادي اهو 0.3. انا اهو كتبتها مرة صح؟
يا اما بقى في ناس بتقول لك يا اما تفضل تكتبها كذا مره، يا اما انا بقول لك اكتبها كام مره بالظبط، اكتبها 13 مره. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. تلاقي كام؟ تلاقي بواحد على التلاته. طيب لو انت هنفترض ان انت كنت كسلت ماشي وكتبتها ايه كام مره، بس كتبتها مرات قليله اهي. بص تلاقي لك ايه؟ تلاقي لك رقم 10. طب ما انا مش عايز كده، انا عايزك تفضل تكتب لغايه لما يظهر لك واحد على التلاته. طيب يبقى كده ايه؟ يبقى كده ديت معنى 3 من 10 دائري ايه؟ ان هو عايزني اديهوله الرقم دوت او اكتب له الرقم دوت برقم 10. طيب هكتبه ازاي برقم 10 اللي هو رقم كسر؟ هكتبه على الآلة، افضل اكرر الرقم اللي عليه الشرطة اللي فوق دي. فانا فضلت اكرر التلاتة لغاية لما تلاقي لي ايه؟ واحد على التلاتة. طيب تيجي بقى هنا تلت ناقص 20 على 30. انا ممكن اعمل ايه هنا؟ واحد ياخد باله ممكن يعمل ايه؟ انا عايز اخلي التلاتة 30 او اخلي ال30 3 عشان اخليهم ايه؟ هما الاتنين مقام واحد. طيب هقسم هنا على 10 وهنا على 10. فهنا لما اقسمها على 10 هتبقى بكام؟ الواحد على 3 زي ما هي ناقص هنا لما اقسمها على 10 تحت هنا بقت 3. ده اللي انا عايزه. طيب و20 على 3 فيها كام؟ قصدي 20 على 10 فيها كام؟ فيها الاتنين. يبقى كده بقى عندي ايه؟ 1 على 3 ناقص 2 على 3. فايه ايه المعنى ان انا عندي الاثنين المقامات زي بعض؟ ان انا هاخد منهم مقام واحد وبعد كده هطرح عادي خالص. 1 ناقص 2 كسبان 1 وخسران 2، يبقى انا خسران ايه؟ خسران 1. طيب انا ممكن اكتبها في الشكل ده، ممكن اكتبها كده، وممكن واحد تاني يقوم كاتبها ايه؟ يقوم كاتب السالب تحت. دول الثلاث اشكال اللي ممكن السالب فيهم يكون موجود، عشان تبقى ايه دي معلومه ليك يعني تبقى عارفها. السالب ممكن يبقى فوق وممكن يبقى تحت وممكن يبقى ايه يعني مع الرقم اللي فوق او مع الرقم اللي تحت او بره خالص اهو جنب الكسر. طيب نخش على ايه؟ نخش على حته الدائري ديت. عشان ايه؟ عشان الحته ديت مهمه وبتلخبط ناس كتير، وممكن ناس اصلا ما تاخدش بالها ايه ان اصلا ايه هو حاطط لي ايه علامه الدائري. فالحته ديت مهمه وايه يعني هي كلها اصلا بالاله، يعني الحوار مش صعب، انت بتفضل بس تكرر الرقم. طيب هنا دول 4 مسائل بتفرق لك ما بين امتى الرقم يكون رقم واحد بس اللي عليه الشرطه او رقمين، او انهي رقم اصلا اللي انا بكرره. انا قلت لك ايه الرقم اللي بكرره هو مين؟ جدع، هو الرقم اللي عليه الشرطه. طيب ركز معايا يلا يا ابو حميد. يلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك 7 من 10 دائري، ما تنساش كلمه دائري دي. طيب هعملها ازاي على الآلة؟ ادي 0.7 وادي اكررها كام مره؟ انا قلت لك 13 مره، ممكن انت تفضل تكررها لغايه لما تزهق. ادي اهو، ادي اهو كررناها كام مره اهو، كررناها كتير. تلاقي لي بكام؟ تلاقي لي ب7 على 9 بس، ما تعملش اي حاجه. ادي الاجابه سهله خالص اهي. بس دي لو جات لك في الاختيارات ركز عشان تاخد بالك من حوار الدائري دي. طيب بيقول لي انا عندي 48 من 100 دائري، بس ايه اللي عليه علامه الدائري؟ الثمانيه. يبقى مين اللي هيتكرر؟ الثمانيه. يبقى هكتب اهو 4 8 وافضل اكرر في الثمانيه بقى اهو. تلاقي بكام؟ 22 على 45. جرب معايا، جرب معايا، عايزك تجرب معايا. ممكن انا اطلع حاجه غلط انت تطلعها ايه صح. ركز معايا عشان ايه ما نتلخبطش. فجرب معايا كده اهوت وافتح آلتك وجرب معايا، عشان كل ما تجرب اكتر او كل ما تكتب اكتر على الآلة كل ما تتعود عليها اكتر. ففي الامتحان ما يعني ايه الآلة ديت ما تحسهاش ان هي بتعوقك، هتحس ان الآلة ديت بتسهل عليك جدا. طيب بيقول لي هنا، بيقول لي 15 من 100 دائري، بس الدائري ديت على مين؟ على ال 15 كلها. فانا بعمل ايه؟ هكرر ال 15 بقى. فبقى عندي اهو 1 5 1 5 1 5 1 5. تفضل تكتب 15 اهو، تفضل تكتب 15 بس. كام؟ 5 على 33. طيب انا عندي 112 من 100 من 1000 قصدي دائري، والدائري هنا علامه الدائري على مين؟ على ال 112 كلهم. فهعمل ايه؟ ادي ال 112 اهي. افضل اكرر بقى ال 112 112 112 112 112 112 112 112. كفايه كده؟ كفايه كده. اداني كام؟ اداني 112 على 999 بس. تعالى ايه اقول لك بقى على خواص الجمع في كيو او في الاعداد النسبيه. ايه هي خواص الجمع؟ هنعرفها من خلال المثال ده. اولا لازم تكون عارف ان اي عددين نسبيين لما تيجي تجمعهم بتبقى ايه؟ بيديك عدد نسبي. فديت كده اسمها خاصيه ايه؟ خاصيه الايه؟ الاغلاق او ان هي مغلقه.
طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك 20 على 44 زائد 19 على 25 زائد سالب 10 على 22، خلي بالك من السالب، زائد 2 على 25. خليك كده ايه شواف وركز معايا كده اهوت، وانت كمان ركزي معايا وبصوا للمساله. لو بصيت للمساله وعرفت ايه التركايه اللي يعني ايه المفتاح اللي هيدخلك المساله ديت او اللي هيخليك تحل المساله ديت بسهوله عن باقي الناس، هتحل المساله وهتبقى سهله جدا بالنسبه لك. طيب ايه هنا المفتاح؟ المفتاح هنا لو جيت بصيت هتلاقي ان انت عندك هنا 20 على 44، وعندك هنا فين 10 على 22 بالسالب. طيب ال 20 ديت انا لو قسمتها على الاثنين ايه اللي هيحصل؟ هتديني 10، ولو قسمت ال 44 ايه اللي هيحصل؟ هيديني 22. فهنا بقى ايه بقى عندي؟ ايه بقى عندي؟ موجب 10 على ال 22، وهنا سالب 10 على ال 22، فهيطيروا مع بعض. فهنا هستخدم خاصيه ايه؟ تعالى الاول نظبط المساله. ادي هنا هنقسم هنا على الاثنين وتحت على الاثنين، فاداني كام؟ اداني 10 على ال 22. ممكن استخدم هنا خاصيه الابدال على طول، فهكتب له هنا ابدال اهي، واقوم جايب هنا ناقص 10 على 22، طبعا زائد في ناقص او موجب في سالب بايه؟ بسالب، فكده كده هتبقى سالب 1. فانا هنا وديت هنا ايه؟ السالب 10 على 22 مع ال 10 على 22. طيب وخليتهم كده، واقوم قايل ايه؟ زائد 19 على 25 زائد 2 على 25. انا كده عملت ايه؟ انا كده بدلت يعني جبت ال 10 على 22 ديت بالسالب، جبتها جنب ال 10 على 22 بالموجب. ليه؟ عشان اعمل ايه؟ عشان دلوقتي هعمل تجميع، ويبقى عندي قام قايل خلينا نعملها في خطوه ثانيه عشان تبقى كل حاجه واضحه بالنسبه لك. ادي 10 على 22 ناقص 10 على 22، واقوم حاطط قوس كده، انا عملت تجميع، زائد 19 على 25 زائد 2 على 25، وبرده كده انا عملت تجميع. فكده استخدمنا ايه؟ تجميع. وممكن تبقى اسمها ايه اصلا؟ يعني التجميع هي ايه؟ هي اهي، هي الدمج. جميل جميل. كتبت دي مش هتفرق، الاثنين بنفس المعنى، والاثنين بيدوا ايه؟ معنى واحد. طيب بعد كده هستخدم ايه؟ انا عندي رقم بالموجب ونفس الرقم بالسالب، دي خاصيه ايه؟ يلا افتكر معايا من خواص الجمع. افتكر لما كنا بنستخدمها فين؟ هي اهي ال 10 على 22 ناقص 10 على 22، يعني دي بالموجب ودي بالسالب، فدي خاصيه ايه؟ خاصيه المعكوس الجمعي. جدع. ماشي. فكده ايه هيدوني؟ ايه هيدوني؟ صفر للمعكوس الجمعي. جميل. هيدوني صفر زائد، هنا انا عملت تجميع فوق، فدول ايه؟ هاخدهم كده على الاله، او لا هم مش محتاجين اله. ليه؟ لان هم نفس المقام، فيبقوا 25 وفوق 19 زائد 2 بكام؟ ب 21. فكده عندي صفر زائد 21. دي خاصيه ايه بقى؟ دي خاصيه المحايد الجمعي، لان انا قلت لك اي حاجه زائد صفر بايه؟ ديت اسمها ايه؟ المحايد الجمعي. فكده هستخدم خاصيه المحايد الجمعي، ويبقى صفر زائد 21 ب 21 على 25 بس. ودي كده الإجابة. طيب عايز تتأكد أنت بقى يا معلم، هنفترض مثلا السؤال دوت جالك في الامتحان وبيقول لك حل لي الكلام دوت إيه؟ بالخطوات، وأنت بعد ما حليت والخطوات أهي تمام، عايز بقى تتأكد إن الناتج اللي طلع لك ده صح. هتعمل إيه؟ هتمسك الآلة، آدي شرطة كسر 20 على كام؟ على 44 زائد 19 على 25 زائد، تفتح قوس زي ما هو ما فاتح بالظبط، تعمل شرطة الكسر، ادي سالب 10 على 22 زائد 2 على 25، يطلع لك كام؟ يطلع لك 21 على 25. وادي السحر اصلا احنا طلعناها من قبله، فاهم؟ فكده ايه؟ انت تمام، انت كده ماشي تمام. طيب نخش على ايه؟ نخش على الطرح بقى ايه؟ وخلاص الطرح. طيب الطرح هنا في الاعداد النسبيه زي الجمع بالظبط، يعني هو ما بيختلفش حاجه عن الجمع غير بس ان انا ايه؟ بطرح. فايه يعني اقصد ايه؟ اقصد نفس الطرق اللي عملنا بيها الجمع، اللي هو عندي برضو توحيد المقامات، ودي برضو الطريقه اللي ايه؟ هنستخدمها. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول انا عندي 7 على 4 ناقص 5 على 3. اوحد مقامات ازاي؟ انا قلت لك بضرب ده في ده
ناقص اللي هي عشان الاشاره اللي في النص بقى المره دي ناقص ده في ده، والمقام بيبقى ده اللي هو حرف ايه؟ حرف لا. ركز معايا اهو، حرف لا. يبقى هعمل ايه؟ هعمل 7 في 3 ناقص. ركز انت بتضرب انهي في انهي، يعني مين في مين الاول؟ ليه؟ لان واحد تاني لو جه قام ضرب 5 في 4 هيديله الاشاره في الاخر هتطلع بالسالب، فده كده غلط. ماشي؟ انا عايزك تعمل ايه؟ عايزك تضرب، يعني اهو ابدا باليمين، اللي فوق في اللي تحت هنا ناقص اللي فوق هنا في اللي تحت هنا. يعني اهو اللي فوق هنا في اللي تحت هنا ناقص اللي فوق هنا في اللي تحت هنا. يعني كده كانك بتعمل كده ناقص كده، الاشاره طبعا اللي في النص لو في النص زائد كان هيبقى زائد، يبقى كده ناقص كده على ده في ده. بس 4 في 3 بكام؟ ب 12. تيجي هنا على الآلة أو سيبك من الآلة، خلينا نشغل دماغنا شوية. 7 في 3 بكام؟ ب 21. 21 ناقص 5 في 4 بكام؟ ب 20. يبقى 1 وادي تحت 12 زي ما هي، يبقى 1 على 12 ودي الإجابة. طيب تعالى على الآلة أهو يا معلم، تكتب تعمل 7 وتقوم عامل إيه؟ شرطة كسر تحت هنا 4 ناقص كام؟ 5 على 3. 5 على 3 هيديك كام؟ هيديك 1 على 12 اللي احنا اصلا طلعناها. طيب تعالى هنا المثال دوت بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي 7 على 4 ناقص 1. الواحد دوت لما تيجي تحوله لكسر حوله على يعني ايه؟ نفس الحاجه اللي تحت هنا في المقام. بص على المقام هنا، المقام هنا 4 يبقى الواحد دوت هتشيله وتحط مكانه 4 على 4. طيب المقام هنا 7 يبقى الواحد هنا هتشيله وتحط مكانه 7 على 7. المقام هنا مثلا ايه؟ 6 يبقى واحد هتشيله وتحط ايه؟ 6 على 6. طيب لو المقام، تعالى هديك مساله ثانيه نحل ديت الاول. يبقى كده ال7 على 4 هحول الواحد دوت لايه زي ما قلنا 4 على 4. ابص اللي تحت هنا. طيب بقى كده عندي نفس المقامات، يبقى هكتب ايه؟ 4 تحت مقام واحد، يعني هاخد منه مقام واحد. و7 ناقص 4 بكام؟ ب3. طيب تعالى اديك مسألة تانية. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي 5 على 2 ناقص 1. المقام هنا عندي ايه؟ المقام هنا عندي رقم 2. يبقى هعمل ايه؟ هشيل الواحد واعمل ايه؟ هحط 2 على 2. يبقى 5 على 2 ناقص 2 على 2. المقام بقى 1 ادي كده 2. بعمل الحركه دي ليه اصلا؟ يعني بشيل الواحد، وايه اللي بيخليني احط رقم زي اللي في المقام على نفسه؟ ايه اللي بيخليني اعمل كده؟ عشان اخليهم مقام واحد. فكده بقى عندي مقام واحد اللي هو الاثنين، و5 ناقص 2 ب3. بس كده. طيب تعالى على السؤال الثالث. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي 7 و2 على 5 ناقص 3 1 على 4. هتيجي تقول لي هما كده مضروبين في بعض؟ هقول لك لا. تعالى اوريك الاول ازاي الرقم دوت يتكتب على القلم. بنعمل شيفت، شايف زرار الشيفت ده؟ بتدوس عليه شيفت وعلامه الكسر اهي. ظهر لك ايه؟ ظهر لك اهو 3 ايه؟ 3 خانات. الخانه الاولى دي 7 وتحت وفوق 2 وتحت 5 ناقص شيفت علامه الكسر 3 وفوق تمام اهو فوق 1 تحت 4. هيديك كام؟ اداك 33. اداك 83 على كام؟ على 20. طيب تعالى احنا نحلها بقى، اوريك تحلها ازاي. انا مش لسه قايل لك ان انا عندي لما يكون عندي الشكل ده اضرب ده في ده زائد اللي فوق على نفس المقام؟ يبقى 7 في 5 بكام؟ ب 35 من جدول الضرب، زائد 2 بكام؟ 7 في 5 بكام؟ ب 35 زائد 2 يبقى 37. 37 على ايه؟ على المقام اللي هو الخمسة ناقص نفس الاشاره زي ما هي. تيجي هنا 3 في 4 بكام؟ ب 12. 12 زائد 1 كام؟ 13. يبقى 13 على الاربعه زي ما هي. طيب بقى عندي 37 على 5 ناقص 13 على 4. هستخدم طريقه ايه؟ طريقه لا اللي هي بتاعت توحيد المقامات. هعمل ايه؟ 37 في 4 ناقص الاشاره اللي في النص 13 في 5 على كام؟ ده في ده 5 في 4. تعالى يا باشا احط لك على الآلة اهو. 37 في 4 ناقص 13 في 5 على 5 في 4 اللي هي ب 20. فهيديك كام؟ هيديك نفس الرقم اللي هو 83 على 20. ادانا 83 على 20. جميل. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي 75% او 75 في المية ناقص ايه؟ ناقص سالب 2 على 4. اولا كده انا عايز احول ال 75% ديت احولها ايه؟ احولها لشرطه كسر. الرقم كسري.
او رقم نسبي. ليه؟ عشان انا عندي ده رقم نسبي، فانا عايز ايه احولها لرقم نسبي. فهعمل ايه؟ ممكن اقوم عامل ايه؟ 75%. انا قايل لك في اول درس خالص اللي هو درس التناسب اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي 75 على 100. هتكتبها كده على الآلة هيديك كام؟ هيديك 3 على 4. طيب تقوم كاتب 3 على 4. سالب في سالب بكام من قاعدة ضرب الإشارات؟ سالب في سالب بموجب. قايل لك لما يكونوا شبه بعض يبقى بموجب، عكس بعض يبقى ايه؟ بسالب. 2 على 4. يبقى 3 على 4 زائد 2 على 4 بقوا مقام واحد، فهاخد المقام ده اهو تحت اهو، و3 زائد 2 ب5 يبقى 5 على 4. طيب بقول لك ايه بقى خواص الطرح؟ يعني مش زي خواص الجمع طبعا، هو زي خواص الجمع في حاجه واحده اللي هو ايه؟ ان هي مغلق. يعني اي رقم، اي قصدي عدد نسبي ناقص عدد نسبي بيساوي ايه؟ بيساوي عدد نسبي، فعشان كده هي ايه؟ اسمها مغلقه. مغلقه يعني كلها جوا بعضها، اللي هو ايه؟ اي عدد نسبي زائد عدد نسبي بيدينا عدد نسبي، اي عدد نسبي ناقص عدد نسبي بيدينا عدد نسبي. جميل جميل. وبيقول ان هي ليست ابداليه وليست دامجه. طبعا ان هي ليست ابداليه ودي حاجه يعني بديهه جدا، اللي هو ايه؟ ما ينفعش اقول لك 5 على 2 ناقص 2 على 5 هي 2 على 5 ناقص 5 على 2. ده هيديني رقم موجب، ده هيديني رقم سالب اصلا. فاهم؟ ومفيش محايد طبعا في الطرح، من اسمه كده اسمه محايد جمعي. مفيش محايد طبعا في الطرح خالص. طيب عندي سؤال بقى مهم جدا. السؤال ده هنحله وبعد كده ان شاء الله هنخش على الكتاب المعاصر، هنحل منه شويه اسئله كده ايه عشان نبقى طبقنا على الدرس. وطبعا انت بعد ما انا اخلص الحل دوت وتبقى انت فهمت الدرس كويس جدا، تحل انت ايه لوحدك بقى وتكمل حل الواجب. طيب لو في حاجه وقفت معاك في الواجب بتعمل ايه؟ لو انت ما بتاخدش درس هتعمل ايه؟ هتبعت لي، هتخش على القناه، هتلاقي اللينك بتاع جروب الواتس. هتخش على جروب الواتس دوت تبعت السؤال اللي وقف معاك بس، وانا ساعتها هشوف السؤال واجاوبك عليه وابعت لك الخطوات بالتفصيل ان شاء الله. طيب بيقول لك ايه السؤال دوت؟ سؤال رقم 8 في الاسئله الكلاميه في المعاصر. ده بيربط لك ايه؟ يعني بيربط لك الدرس بالهندسه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كان محيط الشكل المقابل يساوي 44 سنتيمتر اوجد اكس بالسنتيمترات. الشكل دوت اللي هو مين؟ ده اللي هو متوازي اضلاع. ليه اصلا مسمينه متوازي اضلاع؟ عشان الضلعين دول متوازيين، الضلع اللي فوق ده والضلع اللي تحت ماشيين على نفس الخط. طيب جميل جدا. يعني ايه محيط بيساوي 44 سم؟ محيط يعني مجموع اطوال اضلاعه. فاصلا اطوال اضلاعه بكام؟ ادي 9، ادي 9 اهي، 9 و1 على 2 زائد 15 و1 على 4 زائد 11 و7 على 8 زائد اكس بيساوي كام؟ بيساوي 44. جميل. هعمل ايه؟ هجمع دول كلهم وبعد كده اوديهم الناحيه الثانيه. 44 ناقص الكلام ده عشان انا هوديه الناحيه الثانيه ايه؟ بالسالب. بس يبقى انا جبت ايه؟ كده ابقى جبت ايه؟ قيمه اكس. هجمعهم ازاي بقى؟ تعال خليك ايه زي ما قلت لك كده، خليك عينك يعني تلمح الحاجه قبل ما تفكر في حل المساله. فكر، ادي لنفسك كده ايه؟ نص دقيقه. لو فكرت في المساله قبل ما تبدا تحل هتحل المساله بسهوله جدا. حاجه انا بص على المقامات، هنا 2 وهنا 4 وهنا 8. انا اقدر اخلي الاربعه دي 8؟ اقدر اخلي الاثنين 8؟ فهضرب تحت هنا. تعالى خليه بالقلم التاني. هضرب تحت هنا في 2 عشان اخليها 8، واضرب تحت هنا في 2 عشان اخليها ايه؟ عشان انا ضربت تحت في اضرب فوق هنا في 2 عشان اضرب تحت هنا في 2. اللي تعمله تحت اعمله فوق، واللي تعمله فوق اعمله تحت عشان الكسر ما يبصش منك. طيب هضرب هنا في كام عشان اخليه ايه؟ 8. هضرب الاثنين هضربها في 4 واضرب فوق في 4. تعالى بقى عندي ايه الشكل الجديد؟ بقى 9. وهقول لك انا ليه ضربت اصلا، ليه خليتهم كلهم تمانيات. 9 و2 في 4 ب8 وفوق 1 في 4 ايه؟ ب4 زائد 15. 4 في 2 ب8 وفوق 1 في 2 ب2 زائد 11. 8 و7 زي ما هي زائد اكس بيساوي 44. طيب ليه خليتهم كلهم تمانيات؟ عشان كده هتبقى سهله جدا في الجمع. هجمع يا دوبك اللي فوق بس مع بعض واخليهم بسط واحد، واجمع الارقام ديت مع بعض واخليهم رقم واحد. يعني ايه؟ يعني 15 زائد 11 زائد 9. 11 زائد 9 بكام؟ ب 20. 20 زائد 15 ب 35. وادي هنا المقام زي ما هو اللي هو التمانيات هاخدهم مقام واحد. 2 زائد 7 بكام؟ ب 9. 9 زائد 4 ب 13. بقى كده عندي 35 وفوق في الباص 13 وتحت ايه؟ 8. ده اللي هو ايه؟ اللي هو ده كله زائد اكس بيساوي 44. هعمل ايه؟ هودي الكلام ده الناحيه التانيه بعكس الاشاره كله
هيروح الناحية التانية بعكس الإشارة بالسالب. هيبقى لي إيه؟ هيبقى لي إن إكس بتساوي 44 ناقص 35 و8 و13 فوق. طيب إزاي دي أحولها؟ ممكن أكتبها على الآلة زي ما وريتك. هعمل شيفت الكسر 35 وادي 13 وادي تحت إيه؟ 8. اداني كام؟ اداني 293 على 8. تقوم عامل ايه بقى لما يديك الرقم ده 293 على 8؟ تقوم عامل ايه؟ انت وديته الناحيه الثانيه بالسالب، يبقى 44 ناقص الرقم ده. في فيديو شورت انا منزله في فيديوهات الاله، بشرح لك فيه ايه اهميه زرار الانس ده. الزرار ده بيجيب لك الناتج اللي انت كنت لسه بتحسبه على الاله، اخر ناتج انت حسبته على الاله. طيب ايه اخر ناتج احنا حسبناه على الاله؟ اللي هو 293 على 8، اللي هو انا لو دوست هنا انس اهو بيساوي 293 على 8. طيب هستخدمه ازاي؟ هقول 44 ناقص انس اداني كام؟ اداني 59 على 8 اللي هي لا انا عايزه ايه؟ رقم كسر. فهيديني 59 على 8، يبقى اكس بيساوي 59 على 8. بس تعالوا بقى نخش على ايه؟ اسئله الكتاب. تعالوا معانا في اول سؤال. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي 7 على 20 عايز يخليها بتساوي كام في المية. طيب هحلله ازاي؟ لما يقول لي عايز اي رقم يقول لي انا عايز اخليه كام في المية او بيساوي كام في المية، فهحاول اخلي المقام 100. يعني ايه احاول اخلي المقام 100؟ ايه اللي يخلي لي 20 ديت 100 لما اضرب 20 في 5؟ فانا ضربت تحت في 5، يبقى اعمل ايه؟ هعمل فوق اضرب برده في 5. فده بيساوي كام؟ بيساوي لما تضرب 7 في 5 ب 35 وتحت هيبقى 100. فده معناه ان دوت بيساوي 35%. يبقى 35 على 100 هي كام؟ هي 35%. ده اول سؤال. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي سالب جوه جوه ايه؟ جوه يا ربي القيمه المطلقه. القيمه المطلقه لاي سالب جواها، اي رقم جواها بيطلع بالموجب. فكده ايه؟ انا عندي 4 من 10 بيساوي كام في المية؟ احلها له ازاي ديت؟ 4 من 10 يعني ايه؟ يعني 4 على 10. انا قلت لك انا عايز اي رقم، لما اكون عايز اي رقم يساوي حاجه في المية، هعمل ايه؟ هحاول اخلي الرقم اللي تحت دوت 100. فعشان اخلي ال 10 ديت 100 هضرب ايه؟ هضرب ال 10 في 10 واضرب فوق في 10. فبيساوي كام؟ 4 في 10 ب 40 وتحت بقت 100 اللي هي بتساوي 40%. جميل جميل. يبقى كده اول فكرتين كانوا يعتبر زي بعض. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول انا عندي 2 من 10، مش 2 من 10 بس، ركز، لا اهي اهي الشرطه باينه، اهي الشرطه باينه وكبيره جدا اهي. يبقى 2 من 10 ايه؟ 2 من 10 دائري. فهعمل ايه عشان احوله لصوره كسر؟ هو بيقول لي في صوره ايه على بي اللي هي في صوره كسر يعني. 2 من 10 دائري بيساوي ايه؟ همسك الاله زي ما قلت لك اهي، تيجي تقوم كاتب 2 من 10 وتكرر بقى الاثنينات عشان ديت اللي عليها الشرطه. هيديك كام؟ اداني 2 على 9. بس يبقى كده ايه؟ دي اللي في صوره ايه على بي، 2 على 9. بيقول لي ايه؟ بيقول لي طب تعالى الحته دي حلوه برضه. بيقول لي انا عندي 328 من 1000، بس مين اللي عليه الدائري؟ 28. مين اللي عليه؟ اهي 328 من 1000، بس مين اللي عليه الدائري؟ ال 28 بس. يبقى مين اللي هفضل اكرره؟ ال 28 بس. همسك الاله بتاعتي اهي 328 وافضل اكرر ال 28، افضل اكرر ال 28، افضل اكرر ال 28، افضل اكرر ال 28 اهو 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 28. اداني كام؟ اداني 65 على 198. 65 على 198. معلش الكرسي بس ايه اتحرك. 65 على 198. جميل جميل. ايه السؤال التاني؟ بيقول لي السؤال ده حلو برضو. بيقول لي انا عندي 7 على 20 بتساوي كام في صورة عدد عشري. هحلها له ازاي ديت بقى؟ هو كده اكنه يعني جابها لي بالعكس. يعني لما يقول لي انا عايز صورة عدد عشري، يبقى انا عايز الرقم اللي تحت دوت اوصله يا اما ل 10 يا اما ل 100 يا اما ل 1000 يا اما ل 10000، رقم ايه من الارقام دي. او بقى تمسك الاله كده ايه وتحط الرقم على الاله، بما ان السؤال دوت اكمل يعني. فهتعمل ايه؟ ادي 7 على 20 بيساوي كام؟ اهو تدوس زرار اس دي
ظهر لي بكام؟ ب 35 من 100. او يعني تعمل زي ما انا قلت لك بقى، اللي هو ايه، تخلي لي الرقم اللي تحت دوت يا اما 10 يا اما 100. فهعمل ايه؟ 10 او 100 او 1000 طبعا، او الارقام دي. فهعمل ايه؟ ممكن اضرب تحت في 5 عشان اخليه 100، واضرب فوق في 5 فهيبقى 35 على 100. وده كده بدل 35 على 100 ممكن اقدر اكتبها في ايه؟ 35، واتحرك على 200 كده واحط العلامه هنا، هو دي الزيرو اللي هي اصلا ايه، اللي هي 35 من 100 عشان تحت على 100، فانا بتحرك على 200 اهو، الزيروين بتحرك على 200 كده، واقوم حاطط العلامه ومحط الزيرو. وممكن اكون عملت ايه برضو، اقسم تحت على 2 في 20 على 2 فيها 10، واقسم فوق على 2 فهتبقى ب 3 ونص. 3 ونص على 10 اللي هي ايه؟ اللي انا عندي 10 تحت صح؟ اهو انا عندي 10 تحت صح؟ فهحرك العلامه حركه واحده، يعني هحرك العلامه حركه واحده ايه؟ ناحيه اهي الناحيه دي، يبقى ديت الناحيه ايه ديت بالنسبه لك؟ يبقى ديت الناحيه الشمال. ادي 3 وادي 5، واقوم حاطط العلامه، العلامه كانت هنا قبل 3 خليتها بعد العلامه، وادي الزيرو. جميل جميل. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي تعالى عندي السؤال ده. بيقول لي انا عندي 21 على 1000، ده بيساوي ايه في المية؟ هعمل ايه؟ تعالى انا عايز اخلي ال1000 دوت 100، هعمل ايه؟ هقسمها على 10. قسمت على 10 فوق وتحت، فلما اقسم ال 21 على 10 بيساوي كام؟ هيبقى بيساوي 2.1 من 10. 21 على 10 بيساوي 2.1 من 10. اقوم جاي هنا اقوم كاتب 2.1 من 10. اجي هنا بقى 2.1 من 10 على 100 بيساوي 21 من 1000، يعني 21 وزيرو وبعد كده بوينت زيرو. 0 وادي البوينت وادي 21. جميل جميل. ولو احنا ما كناش استخدمنا كنا هنعمل ايه؟ احنا لقينا الشكل ده صح، 2.1 من 10 على 100 تحت صفرين، فانا هتحرك الناحيه ديت على 200، فدي اهي، ادي الواحد زي ما هو، وادي العلامه هنا فبقت 2، هتحرك علامه كمان فهحط زيرو واقوم حاطط العلامه واقوم حاطط زيرو. بس كده خالص، يعني الموضوع سهل، ركز انت بس، واهم حاجه ما تتلخبطش. طيب ممكن ناخد سؤال تاني من دول. بيقول لك المحايد الجمعي في كيو هو ايه؟ هو طبعا الصفر، ودي مش محتاجه اي حاجه اهو. طيب بيقول لي ايه تاني؟ بيقول لي المعكوس الجمعي للعدد 4 على 5 سالب 4 على 5 جوه قيمه مطلقه، بدل جوه قيمه مطلقه هطلعه بره القيمه المطلقه ب 4 على 5، وبعد كده اجيب له المعكوس الجمعي اللي هو ايه؟ بسالب 4 على 5. ايه تاني؟ ايه تاني ممكن ناخد سؤال تاني؟ بيقول لي سؤال 16 ده، بيقول لي المعكوس الجمعي للعدد سالب 2 اس 3 بيساوي ايه؟ طيب الاول اجيب سالب 2 اس 3 بيساوي ايه، وبعد كده اقوم جايب ايه؟ اقوم جايب المعكوس الجمعي ليه. طيب سالب 2 اس 3 بيساوي ايه؟ يعني اضرب السالب 2 دوت في نفسه 3 مرات، في نفسه بعدد مرات الرقم اللي فوق ده، يبقى بتساوي ايه؟ بتساوي سالب 2 في سالب 2 في سالب 2. هتيجي هنا من غير آلة اهو، من غير آلة اهو عشان انا شايف نمتوا، فعايزكم ايه؟ تصحصحوا معايا، يعني مش عشان بنحل وقررنا نحل شويه ونطبق مع بعضينا تعمل لي كده وتنام في اخر الفيديو، لا ركز معايا كده اهوت ايه، والفيديو مطولش ولا حاجه، انت اللي بيتهيأ لك بس. ده الفيديو كده اهوت احنا يعني بنقلل فيه على قد ايه ما نقدر، بس بنحل مع بعضينا عشان يعني ان شاء الله ان شاء الله لما تيجي تحل لوحدك مفيش حاجه تقف معاك. وبرده لو في حاجه وقفت معاك زي ما قلت لك، تخش على جروب الواتساب هتلاقيه موجود في الوصف بتاع الفيديو، او في القناه. خش على اللينك هيدخلك على جروب الواتس على طول، خش ابعت لي السؤال هناك وانا هجاوبك عليه ان شاء الله. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي سالب 2 في سالب 2 في سالب 2، سالب في سالب بموجب، موجب في سالب ب بسالب، يبقى كده الاجابه بتاعتي هتبقى بسالب 2 في 2 في 2، 2 في 2 ب 4، 4 في 2 ب 8. طيب طريقه ثانيه، بدل الثلاثه ديت بدل الاس فردي يبقى السالب، يبقى الناتج فيه سالب، فاهو سالب، واحط الاثنين 2 اس 3 على الاله اهو بيساوي 8. مش ده اصلا السؤال بتاعنا، احنا السؤال بتاعنا المعكوس الجمعي للكلام ده، المعكوس الجمعي اللي طلع لي ده، فايه المعكوس الجمعي اللي طلع لي ده؟ المعكوس الجمعي هيبقى ايه؟ هيبقى هشيل السالب هيبقى 8. طيب انا كده شايف ان ده كفايه جدا على الحصه ديت، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ولو انتوا لو في اي حاجه فوتوها من الفيديوهات اللي فاتت ارجعوا لها تاني وارجعوا اسمعوها تاني، عشان كل الفيديوهات زي ما انتم شايفين يعني متربطه ببعض، وعشان برضو لما نيجي نحل وننزل الفيديو الحل بتاع الوحده الاولى تكونوا فاهمين كل حاجه ومفيش حاجه تقف معاكم ان شاء الله.
بس ولو نسيتوا تشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه وابعتوها لاصحابكم عشان القناه توصل لاكبر عدد من الطلاب والكل يستفاد ان شاء الله. وما تنسوش تدعموني بلايك وعشان نكمل ان شاء الله المنهج كله. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.